هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم أمي يا جماعة هتعمل كشري، وهتعمل كميات كبيرة. هنا جايبة 5 كيلو مكرونة، وادي 3 كيلو رز، وكيسين مكرونة سباكيتا. وهتعمل كمية كبيرة، وانا هصورها لكم وهوريهولكم. هنا منقع العدس هي، وهنا سلقة الحمص برضك كانت منقعاه وسلقتهم، منقعاهم هي من امبارح وسلقتهم. وهوريلكم ازاي هتعمل، ان شاء الله الطريقة تعجبكم. هنا هي عملت الصلصة زي ما انتم شايفين، بس انا ما لحقتهاش للاسف. يعني هي ضربت الطماطم على الخلاط وطشتها تومة وضفتها بالخل، وبعد كده خليتها خدت غلوة ونزلت عليها بالطماطم. وها ضربت الطماطم على الخلاط وطشتها تومة وضفتها بالخل، وبعد كده خليتها خدت غلوة ونزلت عليها بالطماطم. وها وادي نص كيلو شعرية نسيت اوريهولكم. هتعملوا مع الرز، مع 3 كيلو رز دول. هي يا جماعة حطت مية وزيت وملح، نزلت بالمكرونة. ها دي المكرونة القلم يا جماعة، وهتنزل بالمكرونة ده. وهي نزلت بالمكرونة دي برضه. يعني هي ما تخلي كل نوع ياخد غلوة وتنزل بالنوع الثاني. يا جماعة حطينا حلة تاني عشان ما كفتش الحلة الأولانية، ونزلت بالمكرونة السباكيتي، قسمتها نصين، وهتنزل باقي المكرونة. اهم صفيتهم يا جماعة انا في المصفى، وفي شوية تاني هكملهم دلوقتي. انا نزلت عليهم، فتحت الحنفية عليهم. اهي يا جماعة حطينا حلة تاني عشان ما كفتش الحلة الأولانية، ونزلت بالمكرونة السباكيتي، قسمتها نصين، وهتنزل. اهي يا جماعة حطينا حلة تاني عشان ما كفتش الحلة الأولانية، ونزلت بالمكرونة السباكيتي، قسمتها نصين، وهتنزل باقي المكرونة. دلوقتي هنسيب المكرونة دي تستوي، وهعمل انا معاكم الرز ان شاء الله. هاي غسلت يا جماعة الرزني وهو صفيته. هي دلوقتي هتحمل الشعرية باصة كده، وهتبقى تنقلهم حلو.
جماعة الحاجات دي الكمية الكبيرة دي هتفرجها للحبايب بالشارع يعني كله إن شاء الله. لله لله لله. ويا ريت يا جماعة تدعوا لهم إن شاء الله بالشفاء وطولة العمر كديت ولينا وليكم إن شاء الله. هاي خلاص الشعرية حمرت كده زي ما انتم شايفين. هتحط عليها رز وهوريها لكم. هاي يا جماعة الحلة ونحن محمرين الشعرية في طاسة فحطنا عليه. بس اخليها تسخن كديت وهنزل عليها بالرز. وهو الرز يا جماعة هنزل بيه، هقعد اقلب فيه. بعدين بقلب في الرز لغاية ما يشمع كويس كديته، وهوريهولكم قبل ما ازيده مية. وهو يا جماعة قلبت شوية حلوين في الرز كديته وهنزل عليها بالعدس، العدس الجدي. وهي يا جماعة المكرونة الحلة الثانية استوت، بصفيها دينا، خلوا بالكم عشان هي سخنة جوا. اهو الملح يا جماعة، اهي امي بتقلب فيه. وانا احط شوية زيت على المكرونة عشان تفك من بعضيها. اهي يا جماعة امي بتزود فيه. اهو يا جماعة زودناه الرز، وهنغطي عليه بالوقت وهنسيبه يستوى. الرز استوى اهو زي ما انتم شايفين، مفلفل ما شاء الله عليه. وادي الصلصة هاي بتسخن فيها هما بردك حلوة ما شاء الله عليه. وادي الحمص اهو السلق وبقى حلو. وادي المكرونة زي ما انتم شايفين حلوة ما شاء الله عليه يا جماعة. هي جابوا اكياس والعيال شغالين فرحانين يعبوا في الاكياس اهو، وهيوزعون الشارع كله. وما تنسوش يا جماعة تدعوا لأمي بالشفاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.